مختلفين على القايمة وخطيبك رافض يمضي عليها، عايز تبوظي الجوازة؟ بوظت. واهلك متمسكين بيها. تعالي وانا اقولك تتصرفي معاه ازاي وتقولي له ايه. الاصل في الشرع ان العريس او الزوج بيجهز الشقة بالكامل ومحتوياتها كلها حسب مقدرته، كل حاجة، العفش والسجاد والستاير وترابيزات بلياردو وبنج، وكل حاجة حسب ما يقدر يجيبها. لكن لما الأعباء المجتمعية زادت والأسعار بقت غالية وكمان الست بقت تنزل تشتغل زيها زي الراجل بالظبط، المجتمع وقتها اتدخل وبقت البنت بتساعد الراجل في تجهيز الشقة، تجيب هي جزء وهو جزء. انت رزمة وانا رزمة. بس ده بقى ايه؟ مقابل قايمة المنقولات الزوجية واللي ظهرت علشان تحفظ حق البنت في الجزء اللي ساهمت فيه في تجهيز الشقة. يعني يا حبيبتي لما خطيبك يرفض يكتب القايمة اللي انت جايبة نصها او على الاقل انت جايبة جزء منها، خلاص فكريه وقولي له خلاص يا حبيبي ما تمضيش عليه، بس هات انت بقى كل جهاز الشقة او اشتري مني الجهاز اللي انا اشتريته واديني فلوسه. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ ابن اللعيبة يا فاجر. ولو هو بقى رفض يمضي يبقى يا حبيبتي هو كده مش شريكي وعايز كل حاجة ببلاش، وانت يا سيدي العرسان راجع شرع ربنا، واللي شاري ما بيختلفش على قوايم ولا ايه. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.